تحت شعار اللغة العربية انتماء وعطاء متجدد، وبرعاية مباشرة من قبل رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبد المنعم عباس كريم، أقامت اللجنة العليا للحفاظ على سلامة اللغة العربية في جامعة ديالى احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، وذلك في قاعة العلامة مصطفى جواد في كلية التربية للعلوم الإنسانية. حقيقة جامعة ديالى حريصة جدا على إقامة هذه الاحتفالية، وتقيم سنويا في 18 من كانون الأول. وهذه النشاطية والفعالية هي من النشاطات المهمة، كونها تخص اللغة العربية، هي لغة القرآن، ولغتنا العربية من اللغات الإنسانية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة. وفي كلمة لرئيس الجامعة استهل بها الاحتفالية رحب فيها بالحاضرين، وبين أن اللغة العربية تمثل ذاكرة تاريخية عالمية لما لها من دور ريادي وبلوغها الإعجاز مما أضفى عليها القدسية، واستطاعت أن تشق طريقها في سلم اللغات الإنسانية، الأمر الذي جعلها في مقدمة اللغات العالمية. تحتفي جامعة ديالى واللجنة العليا للحفاظ على سلامة اللغة العربية بالجامعة باليوم العالمي للغة العربية الذي وافق هذا اليوم 18 من كانون الثاني. وقد دأبت الجامعة على الاحتفاء باللغة العربية من خلال هذا اليوم الرسمي ومن خلال فعاليات أخرى تقيمها الجامعة. وهذا اليوم كما هو معلوم احتفت به الأمم المتحدة، فجعلت اللغة العربية واحدا من اللغات الرسمية والعاملة ضمن جمعيات أو ضمن منظمات الأمم المتحدة. من جانبه رئيس اللجنة العليا للحفاظ على سلامة اللغة قال أن لغتنا العربية تجعلنا نفتخر بين الأمم، فهي لغة القرآن الكريم، وهي سجل لتراثنا، وعلينا أن نجعل هذا اليوم دافعا للعناية باللغة العربية، وأن يكون ذلك مسؤولية الجميع، لأن اللغة العربية هي لغة الجميع. أكيد من الوسائل الأساسية لانتماء الإنسان أو المواطن لبلده هي لغته، فاللغة العربية هي من الوسائل الأساسية لانتمائنا لبلدنا العراق ولوطننا العربي. فاللغة العربية هي من اللغات التي اعترفت بها الأمم المتحدة ومنظمات اليونسكو منذ زمن طويل، ومن ذلك اليوم أصبح تقليدا عالميا أن يحتفل بمثل هذا اليوم. نحضر هذا اليوم هذه الاحتفالية المباركة للاحتفال باليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف 18 من الشهر الجاري، والذي أقامته لجنة سلامة اللغة العربية في الجامعة. وفي هذا الحفل تم التطرق إلى أبرز مميزات اللغة العربية، وكونها لغة عالمية تتسم بسعة الألفاظ التي تتفوق بها على اللغات الأخرى، وكذلك بعمرها الزمني الطويل الذي يتجاوز آلاف السنين. وبالنتيجة اعتادت جامعة ديالى على أن تحتفل على الدوام في مثل هذا اليوم. كما تضمنت الاحتفالية إلقاء محاضرة علمية بعنوان فاعلية التعبير وخصوصيته في اللغة العربية، فضلا عن إلقاء عدد من القصائد التي تغنت بلغة الضاد، بالإضافة إلى تكريم عدد من الأساتذة الأكثر نتاجا علميا وبحثيا بدرع الجامعة. وعلى هامش الاحتفالية تم افتتاح معرض لكتب العلماء الذين خدموا اللغة العربية. لقناة الجامعية الفضائية، ياسر زبيدي، جامعة ديالى.